عمر ما كانش في دماغه شغل في السوشيال ميديا، بس كان بيحاول، واول محاوله ليه كان بيصور من البيت وينزل، بس ما كانش بيجيب مشاهدات قوي. وتاني محاوله ليه مع كاس العالم في روسيا لما مصر اتاهلت لهناك مع منصه المصري اليوم، بس البرنامج ما كملش وعمل يا دوبك حلقتين بسبب اعطال غريبه الصراحه. ماشي. طب يا جماعه ما كملش ليه؟ اصل بقى يوم الكارت مش موجود، اصل الاستوديو مش فاضي، اصل اللي معاه الكاميرا بيصور اوردر بره. طب يا جماعه يعني بسبب عدد جديتهم كمان، وعشان كده البرنامج ما كملش. وبعديها في 2019 قرر ان ياخد كاس افريقيا كاخر فرصه للمجال ده، وفعلا من هنا بدات محاولته الثالثه، برنامج زغاليل افريقيا هو وصديقه شوقي. وخد تصريح من نقابه الصحفيين انه يصور في الاستاد، هو اصلا عضو نقابه ومع كارني، وبقى يعمل فلوجز وتحليل لحد فيديو موسى السنغالي، وده واحد عمل مقلب فيه انه ما بيعرفش يتكلم عربي. مفيش اي حاجه، مصر تعبانه اخر حاجه. ساديو ماني هيعلم عليكم تاني برضه. يا عم بقى يا عم بقى يا عم انت وانسى جوه ان شاء الله تاني هنكسب انت الماتش. انت ان شاء تاني الله هنكسب الماتش ونروح تعالى النهائي. تعالى. الفيديو نجح جدا واتشاف وبقى فايرال جدا، ودي كانت اول اشاره ليه انه يكمل في المجال ده، وقرر انه يعمل قناه يوتيوب. ايه ده، هو كل ده ما كانش على اليوتيوب؟ لا، كل ده كان على صفحته في الفيس. ولما قرر انه يتكلم مع حد يستشيره في موضوع ازاي يعمل قناه يوتيوب، كلم اتنين، محمود مهدي ومروان سري، وكان حاسس ان هو مش هيرد، وسبحان الله الاتنين رد. محمود مهدي قال له لو عايز اشرح لك اي حاجه تعال ننزل على القهوه، بس هو كان محتاج انه يقعد في ميتنج شغل ما يقعدش على القهوه. وبرضه مروان رد عليه وقال لعمر هشوف واكلمك، وقعد فتره ما ردش عليه، وده اللي خلى عمر يخش يساله انت نسيتني ولا ايه؟ قال له لا انا فاكرك، بس انا بظبط لك حاجه مخصوص ليك، فاصبر اول ما اخلصها هكلمك. وعمر كان بيكلمه عشان يعرف ازاي يعمل قناه. وبعديها مروان كلم عمر انه بدل ما يعمل قناه لوحده انه يشتغل معاه، عشان هو عايز يكبر التيم بتاع القناه، وقال له ان فيديوهاته عجبته جدا وانه متميز في الموضوع ده. ومن هنا بدا رزع الجمهور،